بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. وهنتكلم على الشرايين. الناس اللي عندها حاجة اسمها رينولدز فينومينا أو رينولدز ديزيز في الستات، دول بيبقى ده حاجة طبيعية، قصور في الدورة الشريانية نتيجة تعرضهم لموجات البرد أو الصقيع الشديد. كلنا عارفين إن في الشتاء وفي درجة الحرارة الباردة بيحصل انخفاض في الأوعية الدموية الطرفية. بعض الناس بيبقى عندهم الخاصيه دي زياده شويه، بنسميهم رينود فينومينا او رينود ديزيز في الستات. بيحصل ايه؟ ان في الشتاء يحصل انقباض شديد في الدوره الدمويه، وفي الصيف يحصل انبساط في الاوعيه الدمويه او تمدد في الاوعيه الدمويه يخلي الدوره الدمويه شديده. الناس اللي زي دي احنا بنقول لهم دي حاله فيسيولوجيكال، ما هيش حاله مرضيه، بس عرض مش مرض. عرض يعني حاجه انسان عنده حاجه فيسيولوجيكال، حاجه طبيعيه بس بطريقه زياده شويه او طريقه اكتر من اللازم او اكتر من الطبيعي، فبنسميها عرض مش مرض. دايما خد بالك في نقطه مهمه قوي، يقول لك انا لما بدفي ايدي او رجلي وبتاع بيحس الم وتنميل. ده حقيقي، لان التدفئه اول ما يدفي رجليه ويعرضها للحراره بيرجع الاحساس، لكن لما بيعرضها للسقعه والبرد بتنمل بتفقد الاحساس. التجميد والتلج نوع من انواع التخدير، فبيتخدر وما بيحسش بألم. بنقول له لا، استحمل شويه بس افضل مدفي رجليك لدرجه انه ينام يقول لك انا بطلع رجلي بره اللحاف عشان اعرف انام. لا، ده غلط. انت كده انت بتعرضها للبرد وبتعرضها للخطوره. ونرجو لكم شهر طيب وصيام مقبول، وكل عام وانتم بخير، ونراكم في حلقه قادمه.